السلام عليكم ورمضان مبارك كريم عليكم ان شاء الله يا ربي. المهم واخا غبرت جبت لكم واحد الوصفه زوينه. هاد لي كورني هادو اللي كيكونوا معمرين بالجبن. المهم كنخدموهم بالعجينه ديال طاكوس. بالنسبه للعجينه ديال طاكوس يا اما تكونوا مصايبينها في الدار يا اما مشريه. بالنسبه لهذه انا شارياها. كنشد الورقه كنقسمها على 4 كما كتشوفوا في الصوره معايا، وكنبقى نلوي كل ربع على شكل كورني. هنا بالنسبه للجنب كنشدو كندهن ليه واحد شويه ديال الطحين كنديرو مع الماء بحال كي كنصاي باش كنسدو البريوات. سينو الا عندكم شي صوص ديال الجيريان اولا برغر اولا اللي كان كتسدو به، ما بغيتوش تضيعوا ديك الصوص ديالتكم باش تغي تسدو بها، خدموا غير بهذه الطريقه هذه. سدوهم ودخلوهم الفران يشدوا راسهم وردوا معاهم البال. في نفس الوقت جبت لي زيبينا خضرتهم يتشحروا بشويه د الملحه، ما كثرتش الملحه وزويته وشويه د البزار. وهنايا هادو منين تحمروا ليا من داك الوجه وليت قلبتهم باش يتحمروا من الجهه الاخرى، ودزت لدوك لي زيبينا خليت تشحروا مع شويه الزويته، زدت ليهم الطون وغادي نخلطهم مع داك الجبن. منين تبرد لي زيبيناخ ديالي باش الجبن ما يهبطليش بالسخونيه. هنا من بعد ما خلطتهم جبت دوك لي كورني من بعد ما تحمروا هانتوما ما تخليهمش يتقرملوا بزاف، ودرت فيهم شويه د الخس وبديت كنعمرهم بداك الجبن. وعرفتوا على لده فاش كيتخلط داك الجبن مع الطون مع لي زيبيناخ، والله كيجيو بنان ما تشبعوش منهم. وهنا غادي نقدم لكم حتى واحد الحشوه اخرى ممكن ديروها باش تغيروا تقريبا بحال ماشي بزاف. انا كنبدل، مره كندير هكا بلي زيبيناخ، مره كناخذ الجبن وكنزيد معاه شويه د الميس، شويه د الزيتون مقطع، شويه د الزعتر، الطون. المهم كنخلط هذا الشيء كامل وكنعمر لي كورني ديالي. وبهذا كنوصل معكم نهايه الفيديو، بصحه والراحه والى اللقاء. وما تنساوش دائما بارطاج لايك وتعليق محفز.